دودة، قوليلنا ايه سر ضوافرك يعني بعد ما استعملتيه وجربتي وكنتي خايفة، مع ان ضوافرك ما كانتش بتطول خالص. بصوا ما شاء الله اهو. تعالوا بقى نشوف ايه بتعمل ايه لضوافرها. انا بعمل توم وبعمل ليمون وبعمل معجون سنان. اول خطوه بجيب التوم بقشره عادي جدا واقطعه نصين، وامسك الجزء اللي هو النص الاولاني ده واقعد اعمله من الضفر من هنا كده، يعني اكني مثلا دي تومه واعمله كده وادخله جوه كده يعني هنا، عشان يعني كده الزيت بتاع التوم يجي في الضوافر. بحط التوم في كل صوابعي، بقعد ربع ساعه بالثوم. يعني هي ريحته بتبقى وحشه شويه بس بجد مفعوله حلو جدا. يعني مثلا لو عملتيه مرتين في الاسبوع هيعمل نتيجه تحفه زي ما انتم شايفين. فطبعا عشان الثوم ده الليمون بقى هيضيع الريحه شويه، فطبعا برضو حلو جدا. بتمسكي الليمون تعمليه على نصين، بتقعدي تعمليه في ضوافرك بالليمون بعد التوم ليمون. بعد ما تغسلي ايدك من الثوم كويس. برضو هتبقى الريحه فيها ثوم بس يعني هتروح شويه. لا عادي مش مشكله. بتجيبي حته معجون سنان بتحطيها في طبق وتحطي عليها عصره ليمونه، وتمسكي فرشه سنان دي بتبقى متخصصه لضوافرك بس، وتقعدي تعملي بيها في ضوافرك